بلاش نقول للطفل كده اغسل ايدك بعد ما تخلص اكل، ريحة ايدك وحشة. خلونا نقول له كده انا بحب اشم ريحة ايدك قوي بعد ما بتغسلها. بلاش نقول للطفل كده قوم صلي ولا عاوز تدخل النار. خلونا نقول له كده ما تيجي يا حبيبي تصلي معايا يا جماعة عشان ندخل الجنة مع بعض. بلاش نقول للطفل كده قوم رتب اوضتك اللي شبه الخرابة دي. خلونا نقول له كده بقول لك يا حبيبي انت محتاج مساعدة في ترتيب اوضتك عشان انا عارف دايما ان انت بتحب اوضتك نظيفة وانت اصلا نظيف ومرتب. بلاش نقول للطفل كده انت ليه نايم على بطنك زي اهل النار كده. خلونا نقول له كده حبيبي الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا ننام على جنبنا اليمين. بلاش نقول للطفل كده بطل اكل شوكولاتة سنانك كلها تسوس. خلونا نقول له كده شوف النهارده بقى عشان انت بطل وخلصت كل اكلك انا هخليك تاخد قطعة شوكولاتة، وطبعا انا عارف ان انت هتغسل اسنانك بعدها عشان انت دايما بتحب تبقى نظيف وغسل اسنانك. الكلمات سحر، وبايدك تخلي ابنك يعمل اللي انت عاوزه وهو راضي ومبسوط، او يعمله وهو متأفف وغصب عنه وفي اقرب فرصة مش هيعمله. خلي الكلمة لينة وساعده على انه يقاوم نفسه ويقاوم كسله ويعمل اللي انت عاوزه، بس يعمله بحب وبسعادة علشان تبقى دايما عنده عادة. شكرا.